ازيكم يا شباب؟ كل انسان في الدنيا ايا كان سنه، طريقة تفكيره، بيئته الاجتماعية، حالته المادية، كل شخص على وجه الارض عنده حلم، امنية بيتمناها مهما كانت بسيطة. وبناء عليه لو ركزت وتأملت في الناس شوية هتشوف درجات مختلفة من سلوكهم تجاه احلامهم. شخص اكتفى بان امنيته وحلمه تبقى في قلبه بينه وبين نفسه، وشخص اكتفى بان امنيته وحلمه تبقى مجرد ورقة متعلقة في اوضته، وشخص اكتفى بان امنيته وحلمه تبقى ذكرى وحديث ليس له اي فايدة ويعلق عدم سعيه فيها علشان ما يعذره، وشخص ثالث خالص امنيته بالنسبة له هي ذاته، وجوده في الدنيا ما هو الا وسيلة لتحقيقها. الشخص ده حياته بتبقى عبارة عن تعب، تفكير، جهد، معاكسات، بس هو مش شايف الا الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى وصل لنا بيها، ان مهما كان رزقك تحت رجلك عمرك ما هتنوله الا بالسعي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. صدق الله العظيم. فبالرغم من شدة ألم ستنا مريم هنا، وبالرغم من إن النخلة كانت فوقها بالظبط، إلا إن ربنا سبحانه وتعالى أمرها بإنها تسعى أولا وتهز الجذع. إذا مفيش ظروف على وجه الأرض قادرة تمنعك من السعي. الموضوع اللي جايين نتكلم عنه النهاردة بيصب بفكرة السعي دون كلل. اعتقدوا ناس من آلاف السنين وصلهم لفكرة علشان يحققوها ويوصلوا لحلمهم، ظلوا في حالة من السعي والاجتهاد المستمر إلى أن تحول الحلم إلى علم يدرس ويتم البحث فيه من أكفأ علماء العالم إلى يومنا هذا. طب إزاي بقى الكلام ده؟ تعال نشوف مع بعض. من آلاف السنين ظلت الحياة ما بعد الموت موضع تساؤل وشك من البشر، وظل الموت علامة استفهام وفكرة مبهمة بين الناس، إلى أن توصل المصري القديم لفكرة حياة ما بعد الموت وأصبح على يقين بيها. ومن هنا بدأت الاجتهادات في شكل تلك الحياة وشكل المتوفى فيها، إلى أن استقر الفكر في معتقد بيقول إن المتوفى بعد الوفاة بتنتقل روحه للرب ليحاسب، ومن ثم تعود تلك الروح للجسد مرة أخرى ليحيا المتوفى حياة كاملة أبدية بعد الموت فيما تسمى الحياة الأخرى. وبناء عليه من وجهة نظرهم إن الروح ستعود لجسد صاحبها مرة أخرى، فلا بد أن يكون الجسد ده في حالة جيدة جدا، وإلا لن تعود له الروح، وسيفنى هذا المتوفى في عالم مبهم ولن يكون له أي أثر. وعلشان كده بدأ يفكر المصري القديم في اختراق قانون الطبيعة من تحلل جسد المتوفى، ومحاولة إيجاد فكرة للحفاظ عليه سليم دون تحلل. ومن هنا اتجه المصري القديم لدراسة الجسم البشري لاكتشاف السبب الرئيسي لعملية التحلل بعد الموت، إلى أن توصل لأن المية اللي موجودة ضمن التركيب الطبيعي للجسم هي السبب الرئيسي في عملية التحلل ما بعد الموت. ففهم انه لابد من ازالة المية من الجسم البشري تماما عند الوفاة لتجنب التحلل. فكانت تجربته الاولى في مكان بتكون حرارة الشمس فيه عالية جدا مع غياب نسبي للهواء، بالاضافة لتركيبها الطبيعي من وجود الاملاح الماصة للماء الا وهي الصحراء. وده كان تحديدا في عصور ما قبل الاسرات تحت مسمى الدفن في حفرة في قلب الصحراء او التحنيط الطبيعي. وظل الحال كما هو عليه، وما زال اجتهاد وبحث المصري القديم مستمر عن أفكار متقدمة في موضوع حفظ الجسد بعد الموت، إلى أن توصل للتحنيط الصناعي أو التحنيط الحقيقي كما هو معروف، وده اللي بنشوفه في المومياوات دلوقتي، واللي قرر فيه المصري القديم إنه يتدخل بشريا في عملية التحنيط. وده كان في بداية عصر الدولة القديمة تقريبا، وصولا لآخر عصر كان مسموح فيه بالتحنيط وهو العصر الروماني. في الوقت ده توصل المصري القديم للأساسين العلميين اللي بيقوم عليهم عملية التحنيط أو حفظ الجسد البشري ما بعد الموت، وهما: 1. نزع ماء الجسم عن طريق خاصية اسمها الضغط الإسموزي. 2. عزل الجسم عن الجو الخارجي باستخدام ما يسمى بالراتنجات المنصهرة ولف الجسم باللفائف الكتانية.
وخليني أقولك إن كل الكلام ده لم يتوصل ليه المصري القديم في شهر ولا سنة، بل إن الأمر خد منه آلاف وآلاف السنين، وظل في حالة تطوير وتجديد فيه إلى أن وصل لأفضل حالاته في عصر الدولة الحديثة، يعني بعد آلاف السنين من بداية الفكر. إذا علشان المصري القديم يقدر يوصل بس لأمنيته وحلمه في اعتقاده، ظل في حالة تعليم مستمر إلى أن أصبح هو المعلم اللي بيبحث في علمه وبيتعلم منه علماء العالم كله على مدار أجيال وأجيال في كيفية حفظ الجسد البشري بعد الموت أو علم التحنيط. وطبعا علم التحنيط مش مجرد كتاب أو محاضرة، ده كتب ومجلدات وحكايات. وعلشان كده هنكون معاكم في مقابلات تانية وحديثنا عن أسرار علم التحنيط وكيف كانت تتم العملية بالتفصيل، وما الأدوات التي كان يستخدمها المصري القديم أثناء العملية، وأسئلة كتير جدا بتدور في أذهانكم دلوقتي لما فتحنا معاكم ملف التحنيط، واللي هنكشفها معاكم إن شاء الله في مقابلات تانية. وبكده أكون خلصت كلامي معاكم في كيف جاء علم التحنيط. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديوهات تانية.